أكلة النهاردة سهلة ولذيذة وبتتعمل كلها في حلة واحدة. في حلة أو في طاسة على النار حطيت شوية زيت ومكعب زبدة. هستنى لما مكعب الزبدة يسيح خالص واتأكد ان الطاسة سخنت. بعد كده هنزل بقطع اللحمة قطعة قطعة عشان الطاسة ما تبردش، واتأكد كويس ان انا موزعة اللحمة عشان ما تنزلش اي عصارة فيها. الخطوة دي مهمة جدا في الأكلة دي. النهاردة هنعمل المبكبكة الليبي، أكلة سهلة وسريعة جدا. ما عندكيش وقت اعملي الأكلة دي. هستنى لما اللحمة تاخد وش وهقلبها الناحية التانية. اهم حاجة ان اللحمة تاخد معايا اللون ده. شايفين اللون ده؟ اللون ده مهم جدا في الخطوة دي. هقلب اللحمة كلها وهخليها تاخد كلها نفس اللون. بعد الخطوة دي بنزل ببصلتين متقطعين قطع صغيرة وبقلبها مع اللحمة كلها. بعد ما بتأكد ان البصلاية اخدت لون بسيط بنزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. برضو بشوح الثوم لوحده وبعد كده بقلبه مع اللحمة كلها عشان تتطعم بيه. بعد ما بتأكد ان هما اخدوا لون البصل والثوم بنزل بمية مغلية، حوالي نص لتر من المية المغلية. هنزل بقى بالفلفل الاسود وبهارات مشكلة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة، وهسيب الكلام ده كله بقى على النار لحد ما اللحمة تستوي. الميزة في الاكلة دي ان هي تنفع مع اي قطعية من اللحمة. اهم حاجة بتسيبيها في السائل ده لحد ما تستوي خالص. بعد ما اتأكدت ان اللحمة استوت، شايفين لون الصوص عامل ازاي؟ هو ده المطلوب من خطوة تشويح اللحمة. هنزل بقى بلتر من عصير الطماطم وتكون الطماطم خفيفة، يعني مزودة الطماطم مية. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وهنزل كمان بمعلقتين من الصلصة الجاهزة، معلقتين كبار هنزل بيهم، وبرده هقلب. وحبيت ان انا تكون الاكلة سبايسي شوية فزودت لها 2 من الفلفل الاخضر، بيدي طعم حلو قوي. هنزل بقى بالملح بتاعها. طب ليه انا ما ملحتش في اول الاكله؟ عشان الملح بيقلل من سوى اللحمه، يعني بتاخد وقت اكتر على النار. فانا حطيت الملح دلوقتي وبرده هقلب وهسيبها بقى تتسبك براحتها. بعد ما تتسبك وتبقى بالمنظر الخطير ده هنزل بالمكرونه، وتكون المكرونه نيه، بتكون من الكيس على طول، يعني ولا محمره ولا مسلوقه ولا اي حاجه. دي الميزه في الاكله دي، ان هي بتكون كلها في حله واحده. هقلب بقى المكرونه بالراحه كده مع الصوص اللي نزل من اللحمه، الشوربه مع صلصه الطماطم. في الوصفه دي انا استخدمت كيلو من اللحمه، لتر من عصير الطماطم، نص لتر من الميه، وكيسين من المكرونه. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وفي الاول هسيبها على نار عاليه لحد ما تبقبق بالطريقه دي، عشان كده هما سموها المبكبكه. هقلبها بس تقليبه واحده عشان المكرونه ما تلزقش في بعضها، وهقفل عليها بقى على نار هاديه لحد ما المكرونه تستوي. هنا اتأكدت ان المكرونة استوت وغرفتها في السرفيس، وبجد وصفة تستحق التجربة. ياريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.